السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بيتزاية خطيرة جدا جدا جدا. مش هقولك هتعمليها زي بره، لا هظلمها كده بصراحة. هتعمليها احسن مليون مرة من اللي انتي هتشتريها من بره، اوفر بكتير جدا. محتاجين بس يبقى عندك حبة جبنة كده، وبأي حشوة هتعمليها هتبقى خطيرة. هقولك ان شاء الله النهارده على المقادير المظبوطة اللي تقدري تخليها من اول مرة تعمليها تبقى ناجحة معاكي، وطريقة التسوية برضو، وازاي تطلع الجبنة بتمط معاكي كده وجميلة. ان شاء الله الطريقة زي ما قلتلك سهلة جدا، بس انت شوفي الفيديو واتبعي كل خطوة انا هقولك عليها، هتبقى خطيرة ان شاء الله. بصوا الجبنة بتمط وسايحة ونايحة، تحفة، حاجة كده خطيرة. مش هتشتريها تاني من بره خالص. مقرمشة كده من الحروف وطرية وجميلة كده من جوه. يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، ونسمي بالله ونبدأ في وصفتنا. معايا بقى اول حاجه كده معلقه كبيره من السكر، مع معلقه ممسوحه من الخميره الفوريه، ونص كوبايه من الميه الدافيه، مع ربع كوبايه، اقل من ربع كوبايه من الزيت، يعني حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت، مع معلقه صغيره من الزعتر. الزعتر بقى بيدي اساسي كده في قلب البيتزا، بيدي ريحه جميله جدا للعجينه. وهنقلبهم كويس جدا، الميه تبقى دافيه ما تبقاش سخنه. نستنى بس عليهم 5 دقايق كده، وهنزل بقى 3 كوبايات من الدقيق، اللي هو يعني 300 جرام من الدقيق، يعني ازيد من ربع كيلو شويه. وهنقلب بقى الكلام ده بعد طبعا ما بحط معلقه صغيره من الملح. وهنقلب بقى الكلام ده كله. طبعا هتحتاج ميه لان انا مش حاطه غير نص كوبايه بس. هننزل الميه تدريجيا كده، هتاخد حوالي نص كوبايه تاني، بس بننزل الميه تدريجيا علشان ما تجيش ملزقه قوي معاكي. انا عجينه البيتزا مش عايزاها متماسكه خالص، عايزاها برضو فيها تلزيق حاجه بسيطه. اهم حاجه بقى اعجنها كويس جدا عشان تيجي كده العجينه هشه من جوه، وتيجي تاكليها كده تبقى طعمها جميل. بعد ما عجنتها كويس جدا كده، هكورها واروح حاطه في قلب الطبق رشه بسيطه كده من الزيت عشان ما تلزقش في قلب الطبق بتاعي، واروح حطاها في قلبي. ومن فوق برضو كده فوق العجينه اروح حاطه برضو رشه بسيطه من الزيت، علشان لما اجي اغطيها ما تلزقش في قلب الغطا اللي انا هغطيها بيه. بس كده سهله لحد كده ما فيهاش اي حاجه. هنروح بقى مغطينها كده بالاسترتش او بالكيس كده، واروح محطه عليها غطا، وحطاها في قلب الفرن مثلا او على الرخامه بتاعتك. نيجي بقى لأهم حاجة، الصلصة بتاعتنا. الصلصة بتاعتنا هي دي طعم البيتزا. بجيب حوالي 3 طماطميات كده او 4، على بصلاية متوسطة، على توم. التوم ده انا فرماه وحطاه بيقعد معايا ما شاء الله من السنة للسنة في قلب الفريزر. خدت منه حوالي معلقة صغيرة بما يعادل كده 3 فصوص من التوم لو انت عندك التوم صحيح. ما تكتريش عشان ما تبقاش حامية. هي كده المقادير مع نص كوباية من المية، واحطهم في حلة على النار. بعد بقى ما يبقى شكلهم كده وتحسي ان الطماطمية دابت خالص والبصلاية كده، نروح بقى فرمينهم وحاطينهم تاني في الحلة وحاطينهم على النار. بعد كده بجيبهم بقى وبحط عليهم التوابل بتاعتي. بحط معلقة صغيرة من الزعتر، على الملح، على ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. طبعا الكمية دي كبيرة على البيتزاية. هاخد اللي انا هيكفيني، والباقي بحطه في بوكس او بحطه في كيس، وبحطه في قلب الفريزر بيقعد معاكي ممتازة، ما بيتغيرش طعمها خالص. معايا بقى الفلافل والحاجات اللي انتي متاحة عندك. وده شكل العجينة، بصوا جميلة ما شاء الله، عاملة كده زي القطن. هتلاقيها بصوا طرية خالص كده، زي ما قلت لكم مش عايزينها تبقى متماسكة قوي، عايزاها تبقى فيها نسبة تلزيقة بسيطة. بجيب بقى الصينية بتاعتي. الصينية بتاعتي كبيرة، اكبر صينية في ال3 صواني. لو انت عايزة تعمليها اصغر من كده هتستخدمي نص المكونات اللي انا عملتها دي. هنحطها في قلب كده الصينية بعد ما مسحتها برشة من الزيت، وهغطيها برضو بقلب غطا كده بقلب الكيس، وهسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعة. وبعد ال10 دقايق او الربع ساعة بعد ما ارتفع حجمها كده، بنبدأ بقى ان احنا نفردها في قلب الصينية. طبعا لازم نكون مغطينها بالكيس زي ما احنا مغطياها كده، علشان ما تنشفش وشها منك. جيت افردها كده فلقيتها ملزقة على ايديا، فرحت بحط حبة من الزيت شوية صغيرين كده في ايديكي، وتبدأي ان انت تفرديها مش هتلزق خالص.
شايفين ما شاء الله بحاول ان انا اعمل لها حواف من الجوانب بتاعت الصينيه. لو انت مش عايزاها خلاص بتعمليها كلها مستوى واحد. بالشكل ده حسيت ان هي رفيعه شويه، بروح بقى مريحاها حوالي 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي، مش ازيد من كده، اللي هي ترتفع حاجه بسيطه جدا جدا جدا. بروح بقى بالشوكه كده بقى مغرزاها بالشوكه علشان ما تنتفخش معايا، ونبدا بقى في حشوتنا. انا معاكي خطوه خطوه، مش سايبه اي حاجه. نبدأ بقى ان احنا نفرد الصلصة بتاعتنا. الصلصة ما تزوديش زيادة عن اللزوم عشان ما تبقاش طعمها مش كويس، هي بتبقى وسط بتبقى كويسة، يعني ما تقلهاش ولا تزوديها قوي. تقولي بقى عشان تبقى طعمها اطعم من كده، لا. هنروح بقى رشين رشة كده من الجبنة الموتزاريلا. انا بستخدم نوع الحمد ده بصراحة ممتاز، يعني النوع اللي انت بترتاحي له تستخدميه. وهقول لك برضو ازاي الجبنه بتبقى معاكي بتمط. اول حاجه يعني هي بخطوتين. اول حاجه ان هي لما تيجي تحطيها في قلب العجينه تبقى مفلفله كده، يعني ما تبقاش متلجه وتروحي حطها، لا تكوني مخرجاها بره التلاجة وتكون مش لازقه في قلب بعض. ده هيديكي مطه كويسه جدا. والخطوه التانية ان هي في التسويه ما تطلعهاش محمره زياده عن اللزوم. انا هنا حطيت حشوه الفراخ، وحطيت الفلفل وطماطم، وحطيت زيتون اخضر. يعني تشوفي المتاح عندك وتروحي حاطاه. ممكن تحشيها بالتونه، ممكن تحشيها باللانشون، ممكن تحشيها بالبسطرمه، ممكن تحشيها باللحمه المعصجه. حشوات كتير جدا. انا هنا جبت الفراخ قطعتها قطع صغيره جدا، ورحت مشوحاها على النار بعد طبعا ما تبلتها ببصلايه كده وحطيت لها التوابل بتاعتها. ده شكل بقى البيتزاية بعد ما خرجت. بصوا كده تحفة. اول حاجة انا بسويها، بتستوي البيتزا على الرف اللي من تحت خالص اللي هو بيبقى قريب من النار، او لو عندك الشبكة تقربيها جدا للرف الاخراني خالص. تاني حاجة لازم البيتزا تخش الفرن لازم يكون سخن قبليها، ما ينفعش يكون بارد وتروحي او حتى دافي وتروحي مدخلها، لا هتنشف منك. لازم الفرن يكون درجته مش واطية، وسط، يعني تعمليها وسط. تاني حاجة بمجرد ما هو تحس ان احمر كده من الجوانب واحمر خد اللون الذهبي الحلو من تحت، تروحي مشغلة عليها الشواية ما تكونش عالية جدا، وعشان ما تحرقهاش منك الجبنة عشان تبقى سايحة لازم تكون واخدة لون ذهبي بسيط. يعني تاخدي بالك جدا من الشواية، لازم تبقى واقفة جنبيها، هي مش هتاخد حوالي 3 دقايق. اهم حاجة بقى لو وصفتي عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ومع السلامة.